هذا عبد الله بن سعد الله يرحمه، ولد أختي. كان معي أيام مرض خاله أخوي، اللي أقول لك التجمع اللي نسويه إذا صار عندنا مريض، وكان حالف أنه ما يروح اللين يطلع خال. أنا ماني برايح لين يطلع، عنده شغال وعنده دوام وعنده شيء، لكن هو حلف أنه ما يروح لين يطلع خال. طالت الأيام، قبل يتوفى خاله ب4 أيام و5 استاذن مني، قال أنا بروح بودي أهلي المكان يبونه ولا نمض يا بجيك. هو من الناس اللي يحبني وأنا أحبه، وأبوه يحبه وأمه يحبه، كلنا نحبه، الله يرحمه ويسكن الجنة، ويتأثر بأي كلمة أقولها، ويحبني يحب يعني في غلو شوي. فأنا وهو سريع التعذير، قريب الدمعة، خدوم، كريم، شجاع، كل شيء، كل علم طيب في ذاك الله يرحمه. قلت له استفزه أنا خابر إنها يعني، قلت له لا تبطي علي. قال لا ماني مبطي. قلت يا رجل لا تبطي علي، الأيام ما أدري كم باقي فيها، والله إني أقول همزة حبيتك. قال أخوه ويا والله ما أبطي عليك، وراح. أخذ له يوم هناك، صلى الفجر عند أمسى في الديرة، ديرتنا ورا الري، أمسى في الديرة وصلى الفجر مع أبوه، قرأ الأذكار، يقول أبوه علمني أبوه، قرأ أذكاره واستاذن أبوه، قال بوديها لي للقوعية وبرجع وبعود الخالص. قال الله يستر، أبوه دام عندي أنا ما أقول لهم شيء، هو أخوان. ركب هو زوجته وبنته وولده، صار عليهم حادث وتوفوا كلهم. لا إله إلا الله. احنا في نفس احنا في انتظار المريض اللي هو أخوه. فالحقيقة كلنا تأثرنا، كانت صدمة، لكن ما في مصيبة تنزل إلا ما ينزل الله معها قدرها من الصبر لمن احتسب. والحمد لله على كل حال. صلحت أبيات والله ما نويت أنشرها، لكن علمت بها خالد بن مبارك، وخالد بن مبارك ترى مشجع لي، وقال لازم انك تنشر، لازم ان اشيلها منشر، وراح وعطاها فلاح المسجد شالها. فقلت لانتهى وقت العزاء من يعزين، الله يكفي شرط الوقت واحزانه، امتلأ صدري كلام وفضت عيني، وما بقى في شيء مختل ميزانه، طاح من جنبي حزاما مجريني، انتهت نسبة رجوعه وعقلانه، كان لاحتجته لقيته مياميني، لين أخذ اللي خذ الوسيدان. كان أشوفه بوجه الوازع الدين مثل ما أشوف العشاء بين حجانه، كان ما يغلي اللي ما هو بيغليني، حتى لو اللي ما يغليني إخوانه، وكان في بيته وقلبه يراعيني، وأنا ماني بتردى على شانه، ودي إنه كل ما جاي يطريني لين يطلق حاجبه ويطلق لسانه. أختلف عقبه نظامي وروتيني، مثل قصر طاح ركن من أركانه، راح مني ضامن أنه بيأتيني، مثل ما يضمن لك المؤمن إيمانه، والله لا لموته إما يخليني، بس هذه قدرة الله سبحانه.